طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. أعيد، طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. يعني إذا قال لك لا تروحي عن بيت أهلك، ما بتروح عن بيت أهلك، بل لا تصومين صيام النافلة بدون إذنه. إذا كنت صائم يقول لك افطري، تفطري. هذا الصيام النافل مو صيام الفرض طبعا. طاعته مقدمة على طاعة الوالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها شهر رمضان وحفظت فرجها وأطاعت زوجها كان لها عند ربها مكانة عالية عظيمة، فيرضى عنها ويخيرها يوم القيامة أن تدخل من أي أبواب الجنة شاءت. الله أكبر. من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت. من باب الجهاد ادخلي، من باب الصيام الريان ادخلي، من باب الصلاة أنت مخيرة، اختاري. فأي نعيم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو جنتك ونارك. الزوج، طاعة الزوج إذا مات وهو راض عنك أو مت قبله وهو راض عنك دخلت الجنة.